هتعملي لنا اكل ايه النهارده يا جيجي؟ النهارده انا هعمل لكم عشاء مش غدا بقى. عشاء خفيف كده. هو مش خفيف قوي يعني نص نص. بس العيال كانوا جعانين قوي وعايزين ياكلوا اكله حلوه. فجبت لهم بانيه جاهز حلواني. وهعمل لهم طاسه كده فيها مكرونه. تمام، تعالوا بقى مع بعض كده نشوف ازاي نعمل عشوة خفيفة وحلوة، الأولاد يحبوا ياكلوها وهم طبعا سهرانين بيذاكروا، وانتوا عارفين الفترة دي فترة امتحانات. فإن شاء الله هعمل لهم أكلة حلوة. بصوا كده أنا جايبة بصلتين، غسلتهم وقطعهم كده تقطيع عادي، يعني مش لازم بمبشرة أو حاجة، تقطيع كويسة يعني. خلاص. هجيب واحدة كمان اعملها برضو اقطعها. انا كنت احط واحدة بس رجعت قلت لا، هي البصلة بتبقى حلوة مع المكرونة، بتخلي المكرونة مسكرة. بصلة كمان هي هعملها. زي ما قلت لكم البصلة مش لازم تبقى ناعمة قوي ولا خشنة قوي، عادي يعني اعمليها وسط. هنجيب بقى شوية زيت كده. في سمنة ماشي تمام، مفيش سمنة هنمشيها بشوية زيت مفيش مشكلة. هضرب بقى 5 طماطمات في الخلاط. هضربهم كده كويس، مش لازم اقشرهم يعني، عادي برضو. يعني سهلي الدنيا كده، متوقفيش على حاجة. كده انا هحط الطاسة، احط فيها الزيت عشان ابدأ اقلي البانيه. البانيه ده زي ما قلت لكم انا جايبه جاهز، كسلت بصراحة اطلع من الديب ولسه هيفك، وهنقعه في خلطة واقطع وبتاع، وبعدين هما كانوا جعانين وعايزين يكملوا مذاكرة. فانا قلت اقلي البانيه الجاهز ده على طول. ده بقى بيحل معايا أزمة، يعني بالنسبة لما بيبقوا سهرانين وعندهم امتحانات الصبح، فبعمل لهم ده بيبقى خفيف يعني. البصلة بقى كده هسيبها تتحمر. قبل ما تتحمر نكون قلينا البانيه بتاعنا. بس نقلتها على العين التانية عشان اعرف اقلب بس كده. كده الزيت تقريبا اتقدح. هبدأ بقى انزل البانيه. البانيه ده نضيف جدا، انا مجرباه كذا مرة، اللي هو حلواني ده حلو قوي. المشكلة ان العيال وهي بتذاكر بتبقى محتاجة اكل يكون حلو، يفتح نفسهم ان هم يكملوا مذاكرة. لكن هتحطي جبن وبتاع برضو ما بيبقوش مبسوطين قوي، لكن لما تقولي لهم لا ده انا هعمل لكم اكلة حلوة مش عارف كملوا مذاكرتكم، بيتشجعوا بيقعدوا يذاكروا تاني. بس كده انا ضربت الطماطم في الخلاط وحطيتها على البصلة. معلقتين بقى صلصة. عشان بس انتوا شايفين لون الطماطم تحسوا ان هو مجرب شوية. فحطيت معلقتين صلصة. انا بقالي فترة اساسا شغالة بصلصة مع طماطم، لان انا شايفة ان الصلصة في الطماطم في السوق بصراحة مش حلوة خالص. مش عارفة ايه السبب، لسه الطماطم تقريبا بتاعة الصعيد ما نزلتش يعني. كده انا هقلب البانيه الناحية التانية، لسه برضو اللون ما جابش اللون بتاعه المظبوط. بصوا بقى انا بعشق الاكل ده بالليل. بس المشكلة بقى في اللي عامل دايت او عامل ريجيم، لا ده بيبقى مشكلة بالنسبة له الاكل بتاع بالليل ده. بس كده قليت انا البانيه وطلعتها، ما خدتش حاجة خالص. حطيت بقى بطاطستين كده، قلت احمرهم برضو جنب البانيه والمكرونة. مش عايزة اقول لكم انا اساسا المكرونة ام بصلة دي مع شوية البطاطس مش محتاجة اكل جنبيهم بانيه. معلش هتلاقوا صوتي بس متغير شوية، عندي دور برد كده. المشكلة الواحد مش عارف ايه البرد اللي في الصيف ده. يعني الواحد يخرج كده يا دوب شوية يرجع عنده دور برد او عندي حساسية بقى، فمش عارفة. كده انا حمرت البطاطس. خلاص برضو ما خدتش حاجة. هنبدأ بقى نركز مع المكرونة شوية كده. الصلصة تمام، حطيت بقى فيه شوية فلفل اسود شوية ملح. بصوا انا دلوقتي بقيت بعتمد المكرونة في الطاسة. خلاص مبقتش اعمل مكرونة في الحلة خالص. على طول بصلاية عليها الطماطم بضربها في الخلاط. ساعات والله بقطع الطماطم كده بقشرها واقطعها في الطاسة على البصل على طول. بسبكها كويس، بس انا عشان كنت مستعجلة والعيال عايزة تاكل فقلت احط كده على طول.
حطيت بقى معلقتين الصلصة دول وكده خلاص هننزل بقى بالمكرونة. بس انا حسيت ان الصلصة كتيرة شوية وانا هعمل كيس مكرونة واحد، فقلت اشيل منها شوية ولو احتاجت ابقى اخد تاني من ال اسمه ايه الطبق، من الطبق احط على المكرونة. تمام، هو كيس مكرونة واحد. انا كان عاجبني اوي المكرونة القواقع دي، بتبقى تحفة في الاكل. يعني احبها عن المكرونة الصغيرة. مش عارفة الكيس مقفول قوي. بس كده انا نزلت المكرونة هأديها تقليبة كده، لو احتاجت صلصة تاني انا معايا الصلصة في الطبق هحط منها. بس وانا مشغلة الكاتل عشان ايه انزل عليها مية سخنة، بس اما اديها تقليبة كده ادخل الايه الصلصة في المكرونة. بصوا منظرها تحفة تحفة بجد. هنزل بقى كده ما شوفوا زي ما قلت لكم احتاجت صلصة تاني، حطيت لها معلقة. هنزل بقى بالمية المغلية. بس وديها بقى تتشرب وبعد كده هدي عليها النار وغطيها. يعني مش هتاخد بتاع ممكن 10 دقايق بالكتير قوي في الصلصة. ولا تسلقي بقى ولا مصفى وتصفي وتوسخي مواعين، لا كله في الطاسة مرة واحدة وبتخلصي نفسك. بس المكرونة دي عايزة بقى تاخدي كده تغرفي. بصوا منظرها تحفة، تغرفي على طول وتاكلي. بصوا لما دقتها لا كانت لسه قدامها، يعني بتمضغ سنة كده لسه قدامها شوية. هسيبها دقيقتين كمان. تقريبا كده خلاص، كانت محتاجة شوية ملح حطيت لها شوية ملح واديها تقليبة. بصوا والله ما محتاجة بانيه، بس هي العيال بقى لما بتشبط في حاجة يلا السلامة. يعني لو كنت قلت لهم بقى مكرونة كده وشوية بطاطس وطبق المخلل لا ما كانش عجبهم طبعا. بس ادي المكرونة. مش عايزة اقول لكم انا بقى كلت حتة جبنة من الجبنة اللي انا جايباها البراميلي ورغيف عيش كانت زي السكر. بس بقى طبعا العيال الصغيرة بتبقى غير الكبير. الكبير عادي ياكل اي حاجة مفيش مشكلة يعني. بس كده انا عملت لهم العشاء والحمد لله قضيت مهمتي. اه تعبت شوية بس مش مشكلة يعني العيال تعبهم راحة يعني. بس وبألف هنا على قلوبهم.